لكم هي مسكينه دابا راه دارت العمليه وحيدت هذاك الورم اللي عندها. هادشي اللي قالت ليا. وفجأة هي فاش حيداتو فاش داروا تحاليل لقاو راه سرطان، فهمت؟ يعني هادشي علاش مسكينه قالت لي عايشه نطلب منك قولي للمتتبعين ديالك يدعاو معايا، دعاو معاها والله يجعلها لكم في الميزان المقبول يا ربي. وسمحوا لي بزاف، سمحوا لي بزاف لانني كندير فيديوهات كنفكركم في المرض وفي هادشي وفي هادشي، ولكن هادشي اللي كتب على كل واحد. الله يشافي كل واحد، الله يشافي كل مريض. السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وصحه مزيانه، اموركم مزيانه يا ربي، ان شاء الله بصحه جيده، تكونوا بخير يا ربي. المهم هذا الفيديو صراحه ما كنت كاع مخططه ليه ولا ناويه نديرو ولا شي حاجه. تحت طلب واحد المتتبعه ديالي مسكينه، وقلت لها والله تنديرو ليك اختي، ما كاين حتى مشكل، وبلا ما تقوليها ليا انا ندير فيديو نقولها لهم. صراحه هاد السيده تقريبا شي عام ونص ولا ما عرفتش اكثر، ما عقلتش بالضبط. هي كتتبعني مسكينه، كانت مريضه بالكيست، وكان ديما كتعيط ليا تقول لي عايشه فين وصلت الحاله ديالك، شنو كتحسي، شنو المشكل اللي عندك مع الكيست، واش من لهذا، واش كيعطوك الصداع، شنو الاحساس اللي كيجيك فاش تبغي تجيك الدوره الشهريه، فاش تتسالي. تنبقى نتحاور انا وياها هكا بزاف البنات اللي مساكن والعيالات اللي كانوا كيعيطوا كيسولوا فيا على ليكيست. كانت مسكينه هي ديما تتقول لي عائشه راه انا بزولتي راه كتحرق، كتعطيها الحرق بزاف وكتحمار، وقيله واحد المره خرج ليها بحال القيح منها من راس البزوله وقيله. انا ما بقيتش عقلت بالضبط. المهم انا دابا كندير معكم هذا الفيديو انا مرفوعه، الله لا عالم بحالي، بكيت. درت سجادتي وبقيت كنصلي، هضرت معايا تقريبا ما داك العصر، نضت كنصلي العصر، وكان بقات فيا بصراحه لانها كانت كتشجعني وكانت كتقول لي عيشه ديري الريجيم وعيشه هادي وعيشه هادي، وهي مسكينه كانت فريمون متبعه الريجيم زوين. وبسبب هذاك الريجيم اللي كانت هي متبعه، هذاك الكيس اللي كان عندها نقص، وكتمشي للاطباء تيقول لها عندك غير كيس، عندك غير كيس، عندك غير كيس، ما بانش راه عندها شي حاجه اخرى. من بعد كانت دارت شافت واحد الفيديو ديال الكروم، تتشد ديك الكروم هذاك الملفوف، كانت كتشد ديك الورقه ديالو وكتحيد الورقه وكدير تغلفها بزولتها، كتضل بها هكاك تقريبا نهار كامل. كما كتشوف هذا البلد كانت كتغيرها ودير واحده اخرى تكون بارد من الثلاجه، كانت كديرو بحال هذاك الكروم مبين ليها المشكل. يعني كانت من بعد عيطت ليا قالت لي عيشه معنا، كانت قالت لي قولي للناس راه بالنسبه لذاك الكروم راه لي كيست زوين ليهم، راه تيحيد الصداع وتيدير هي في الاول وافقها. دونك دارتو ابخي هذاك الملفوف بحال يبين لها المشكل اللي عندها، يعني بزولتها حمارت و ديك الفين اللي فيها المشكل حمارت وهذاك الشيء. عادت ليا قالت لي عيشه شوفي داك الفيديو اللي كنتي غديريه باش سميتو، راني من بعد ما تبعت الملفوف راه البزوله ديالي راه حمارت بزاف وحمارت وقيله وقيحات، وانا ما بقيتش عقلت بالضبط. صافي قلت لها مزيان ما قلتها لي انا كنت غنديرها نقول الناس ديروها، مزيان ما قلتي لي المشكل. واليوم قالت لي بالعكس راه هذاك الملفوف من دارته بين الخلل بين المشكله فين كاينه، يعني من بين ديك الحموره فين كاينه وداك المرض فين كاين. مشات عند شي بروفيسور اخر وداكشي، عاودوا داروا لها تحاليل وقيل خداو لها عينات وما تفتحات. دونك فاش داروا فاش مسكينه يا ربي تشافيها يا ربي تشافيها. وهاد الفيديو ديالها مسكينه منا دارته باش قالت لي عيشه عافاك عندك قناه ديري هاد الفيديو وقولي للناس داعا معايا. هاد الفيديو درته باش دعاو مع هاد البنت، هي من الشمال، الله يشافيها يا ربي، الله يشافيها الله يشافيها الله يشافيها. فاش داروا التحاليل لقاو عندها سرطان. ومن قالت لهم علاش كنتو كتقولوا لي عكيست، قال لهم ما كانش باين ليهم لانه عندها هاد سرطان نادر، ما تيجيش القليل اللي كيجيه حتى في هذاك السن اللي فيها هي قبل 40، ونادر فاش يكون
تيكون هاد السلطه اللي جا هي يعني في نفس الوقت. هادشي اللي قالت لي دابا نحط لي زوديو ديالها غنحاول نمونطيهم مع هاد الفيديو باش نتوما تفهموا. الطلب ديالها مسكينه قالت لكم الله يرحم الوالدين، دعاو معاها وقولوا الله يشافيها، هزوا يديكم وفاش تكونوا تصليو وقولوا الله يشافي والله يشافي كل مريض والله يشافينا جميعا يا ربي يا سيدي ربي. وهادشي علاش درت لكم هذا الفيديو هذا. مسكينه انا بصراحه تألمت، عرفتي لا هادشي عندي مشنج جاتني فهمتوا. انا راه شحال ديال البنات ما بقيت مشيت درت لا خليتها في يد الله، ما بقيتش درت لوكوغرافي، ما بقيت لا درت الموموغرافي، ما بقيت درت والو باش تقولوا لي عايشه فين وصلت الحاله ديالك على لي كيست. والله العلي العظيم ما نكذب عليكم، ما عرفتش شنو عندي، ما عارفاش شنو غيكون عندي، ما عارفه والو. كيضروني، ما باغاش نبكي، كيضروني ولكن مخليها في يد الله فهمتوا. راه الله كل واحد قادر على اي حاجه فهمتوا، يعني ما غاديش. الله يشافينا. انا اللي ضراني هادي شهر وصرف، اللي ضراني بزاف هي الغده هاد البلاصه. فاش دابا كنرجع الراك ما تنقدرش، يعني هاد البلاصه كنتخنق من هاد الايامات. شهر تقريبا وصرف وهي كتعطيني الصداع، ما نقدرش نبقى نطلع ونهبط. ما عرفتش ديك الولسيسه واش حيت انا الايام كنت نيرفا بزاف وكنتقلق بزاف وكنغوت بزاف، وليت كنغوت وكنهضر بالجهد. دونك شكيت بان هاد الاعصاب اللي جاوني هاد الايام الشهور الاخرين ولا كضرني القرجطه ديالي. ما عرفت واش هذيك الولسيسه تنفخات على اكثر من القياس، ما عرفت واش مع العصب والقواط مدايرين. باقا خايفه، ما عمرني ما كان عندي داك الخوف بحال دابا. كنت غير كنحس شويه كنمشي للطبيب، ولكن ما عرفتش هاد المره علاش انا خايفه وفي الرعب. والله ما نكذب عليكم، خايفه خايفه وما ما كنبينش، ما كنقول لا لدارنا لا حتى شي حاجه. وتنقول لك يعني يكون لها الله، يعني اللي بغى الله هي اللي غيكون، يكون شي حاجه خايبه يا تكون شي حاجه زوينه اللي مكتب الله غتكون وغنتقبلها. واش فهمتوا. وما اوتا بزاف الناس كيقولوا فين وصلت الحاله فين وصلت الحاله. ما تنبغيش نبقى نهضر مي انا نرتاح عليه شحال هادي وكلشي قال لي مزيان وكلشي. ما عرفتش هاد الايام ما تعجد البلاصه كضرني جاني انا ما بقيتش. نهار الطبيب اللي شافني اللي داك البروفيسور اللي مشيت عنده في الدار البيضاء قال لي تقريبا كل 3 شهور ولا 4 شهور خاصني نبقى ندير كونترول، غندير باش يشوفوا ديك الولسيسه اللي عندي هنا واش كتكبر ولا لا واش هذا. انا ما بقيتش درت باش ما تكونش كذابه، ما بقيت درت حتى شي حاجه. فاش مشيت تسببت عند دوك الناس في اسفي ما بقيتش حسيت بداك الالم ولا بهذيك الولسيسه كتلعب عندي هنايا ولا شي حاجه. ما بقيت حسيت بوالو، حسيت بالراحه وقلتها لكم في الفيديوهات. ولكن دابا شي شهر ونص انا رجعت كضرني. ما عرفتش كنحاول هاد الايامات نتهدان باش الا كان غير عصب فهمتوا ما نبقاش نحس. باش كان العصب نشوف واش غيتحيد داك الالم. كانت شي حاجه اخرى الله اعلم شنو غيكون، والله هو اللي عارف. وهادشي اللي نقدر نقول لكم. المهم هذا الفيديو انا درته باش تدعوا مع ديك السيده، دعوا معاها قولوا الله يشافيها والله يشافي اي وحده مسكينه مريضه ولا اي واحد مريض. يا ربي تشافي امه محمد، يا ربي تشافينا يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي. خليو لها مسكينه دعيوه تكون مزيانه. الا شافت هذا الفيديو مسكينه تشجع وتقوى. وهي مسكينه واخا جاتني انا قويه عليا واش فهمتوا مسكينه. الله يثبت فهمتي الواحد من كيتبتلى بشي حاجه ويقول الحمد لله راه مزيانه. والله بقات مسكينه كتقول لي عايشه الريجيم عندك هادي ما تاكلياش. انا بصراحه وليت كرجعت كناكل اللحم شويه، كناكل الطون المايس هادشي. رجعت كناكل هادشي باش ما نكونش كنكذب عليكم. رجعت كناكل ولكن ماشي ديك الكميه ديال كميه مفرطه زعما كناكل بزاف. مره كنطيح في هادشي. اللحم مره في السيمانه ولا 3 سيمانات عاد كناكل طريف يعني شويه هكا وصافي.
قالت لي خاصني نبقى نصيفط على الحوت، هي قالت لي بقيت ناكل الحوت وهداك الشيء، الحوت بزاف والسردين وهادشي ما يكونوش مقليين، يعني غير نصوطي شويه في الموطه. واش نقول لكم، الله يشافي يا ربي. دابا نحط لكم لقيت كيفاش نمونطي لي زوديو ديالها مسكينه باش تسمعوا الصوت ديالها، نحطو لكم. صافي هادشي اللي كاين، سمحوا لي الا طولت عليكم، الله يشافينا ويشافيكم يا ربي. وصافي نهاركم مبروك. ما تنساوهاش مسكينه من واحد لي كومونتير دعاو معاها فيه، خلوه ليها. هادشي اللي نقدر نقول لكم. هي بنت من الشمال ديال المغرب، ما عقلتش واش من طنجة ولا من تطوان، والله ما عقلت. باش تعرفوا انا بكثرة ما صدماتني قبيله ما بقيتش عاقله على البنت من المدينه. المهم اللي الله يرحم لكم الوالدين، الله ييسر اموركم لما دعوا معاها يا ربي سيدي ربي. وما تنسونيش انا من الدعاء. المهم دعوه تكون مشروكه لكل شيء، لاي واحد مريض واللي ما مريضش واللي باغي شي حاجه الله يعطيها لي يا ربي، تيسر لينا جميعا يا ربي يا سيدي ربي. يلا اخوتي خليت لكم الراحه.